وإن مما ظهر اليوم من أساليب التجسس السهلة التي ربما تنتقل بين أيدي الناس بعضهم لبعض ما فتح أبوابا منها حتى ربما أهتكت أستار، وربما هتكت أعراض، وربما دمرت أسر وبيوت بسبب بعض الأجهزة والبرامج التي تجدها أحيانا مع الأطفال وغير أولي النهى. فكم نسمع أحيانا من قصص طلاق أو من قصص قتل أو من غير ذلك بسبب صور نشرت من خلال الإنترنت، من خلال برامج انستغرام أو سناب شات أو الكيك أو باث أو غيره من البرامج التي بدأت تنتشر مع الأسف حتى مع صغار الأطفال، حتى صرت أحيانا تدخل إلى بعض البيوت أو ربما تجالس أولادك وأهلك ثم تجعل تترقب بعينك أجهزتهم حذرا من أن يصورك أحد وأنت لا تعلم، أو ربما نشر عنك صورا أنت لا ترضى أن تنشر، حتى أصبحنا مع الأسف نعرف أحيانا تفاصيل في بيوت بعض الناس، نعرف ماذا أكل وماذا شرب وإلى أين ذهب، ونعرف أخرج امرأته إلى أي مطعم فتعشيا، ونعرف أحيانا لون غرفته ولون المفرش الذي على السرير. كل هذا لأن أطفالا أصبحت معهم هذه الأجهزة، فأصبح يصور بعضهم بعضا، وأصبحت الأم تصور أطفالها على كل حال، وأصبحت قبل أن يرى زوجها أن يرى طعامها أو شرابها أو يرى غرفتها أصبحت جموع الناس تنظر إليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالستر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع أحد على أسرار وخصوصيات للآخر. ومع الأسف تجد أن بعض الزوجات تنشر ذلك وزوجها لا يعلم، حتى ربما قال له صديقه أنت تغديت بالأمس كذا ولون فراشك كذا، وهو لا يعلم أنه اطلع على صور ذلك وليس فقط على خبره. وربما قال له ما أخبار المطعم الفلاني الذي كنت فيه البارحة أو قبل البارحة، وإذا هو قد اطلع على صوره وليس فقط هو خبر وصل إليه، حتى أصبح بعض الناس ربما حصلت له مشاكل وطلاق من شباب خطبوا فتيات وإذا بها تنشر لها صورا فيكتشف ذلك فيطلقها أو لا يتم زواجه منها.